لو بدأت دلوقتي هلحق ولا الأحسن إن أنا أجل أو أقسم السنة؟ بص، لازم تكون عارف إن من هنا لحد شهر الامتحانات فأنت ما عليك إلا السعي وإن أنت تجيب آخرك. بقى في ناس بتذاكر من أول السنة وأكيد ربنا مش هيساويني بالناس دي، أو فكرة إن أنا هلحق أو مش هلحق، كل الحاجات اللي متعلقة بالنتيجة دي سيبها على ربنا، الحاجات دي مش بتاعتك. بالنسبة بقى إن أنت هتلحق ولا لأ، فصدقني والله هتلحق حتى لو كل اللي فاضل 3 شهور. وخد بالك 3 شهور ده وقت كبير جدا، وقت كبير تلم فيه المنهج وكمان تراجع. مش هتلاقي حد بيقول لك ان الثلاث شهور دول وقت كبير ويكفي ان انت تعمل الكلام ده، عشان الناس اللي ماشيه حلو من اول السنه ما تتكلش على الكلام ده وتنام. حرفيا كل سنه واحد من العشرة الاوائل على الجمهوريه بيكون بادئ متاخر، ولازم تلاقيه بيحكي لك قصته ازاي قدر يبدا من شهر واحد، ازاي قدر يبدا من شهر 3، عملت ايه في الفتره القصيره دي. حرفيا كل سنه الموضوع ده بيتكرر. دقني شيل فكره التاجيل او التقسيم دي من دماغك. الواحد ما بيصدق انه يخلص السنه دي على خير، فانت تقول لي ان انت عايز تاجلها او تعيدها تاني. مجرد ان انت تعدي من الثانويه العامه ايا تكن النتيجه فده نجاح بحد ذاته. بقى انك سواء قسمتها او اجلتها فانت برضه هتاخد اللي ربنا كاتبه ليك واللي انت كنت هتجيبه لو ما كنتش قسمتها او اجلتها. امتى الحاله الوحيده اللي تبدا تفكر في ان انت تاجل السنه او تعيدها؟ انك تكون في شهر الامتحانات وابيض او مش عارف حاجه حرفيا عن المنهج، ساعتها بس تبدا تفكر في موضوع التاجيل او تقسيم السنه، تشوف ايه المواد اللي انت مش قوي فيها وتبدا تفكر ان انت تقسمها. ما عدا ذلك صدقني في وقت. عايز اقول لكم حاجه اخيره بقى، انت لو جربت تبدا دلوقتي بكميه الحاجات اللي انت متاخر فيها دي، فانت او ما تفتكرش ان الموضوع اول ما تبدا هتلاقيه سهل او بسيط او كده، لا لا، انت لما تبدا هتحس بصعوبه، لان انت هتبقى اللي هم قعدوا يعيشوا طول الفتره اللي فاتت دي انت المفروض هتعيشه في اسبوع او اسبوعين تقدر تلم. يعني انت بس مش هتبقى بتلم المنهج، لا ده انت هتكون بتلم التعب والايام الصعبه اللي هم عاشوها دي، فالايام دي كلها هتضغط عليك في فتره قليله، فالتعب ده كله انت هتحس بيه ما تقلقش. ساعتها انت هيبقى قدامك اختيارين، اما ان انت تحس بالتعب ده فده يخليك ترجع تاني لنقطه الصفر، او ان انت تقعد تزعل على انك يا ريتني كنت بدات من الاول، او ان انت تكمل حتى لما تحس بالتعب ده. استعين بربنا وتقاوم التعب اللي انت فيه، ساعتها بجد انت هتكون تعبت تعب ما يقلش عن التعب اللي هم تعبوه اول السنه. وصدقني خليك فاكر وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. لما تلاقي الوقت في اليوم مش مكفي معاك، او وراك كميه حاجات كبيره او تارجت كبير محتاج تحققه النهارده بس اليوم مش مكفي خالص، جرب تسيب اللي عليك، مش تسيبه اللي هو تركنه، انت تسيبه لفتره محدده، الفتره دي تقعد تقرا فيها قران. وافتكر دايما حديث الرسول، ما زاح من القران شيئا الا بركه. صدقني انا بقول لك الموضوع ده عن تجربه. حاجه اخيره عايز اقولها ليك كدكتور صيدلي، ربنا يوفقك ويعينك في الفتره الجايه. مع السلامه.